هلبت ما تجي غاره وهلبت وش منا انقطع إشراف الفضاء الخارجي بالعمل. رجله محروم تشوفه. كان الذين تساقطوا بقنابل التصنيع تركنا على جذعها ظل أسماء. نحن نرحب بكل فكرة جديدة. كان موت على عبد القادر موتا عجيبا بلهجتهم الريفية الخصيبية اللطيفة. دائما الأهالي يزوجون بناتهم في عمر يعني صغيرات، فهذا طبعا كل شيء سلبي يعني ينعكس على المجتمع. ونشوف احنا هذا تقريبا 90% نسبة المطلقات في العراق. يعني هذا يا ريت انه دائما الاهالي انه ما يزوجون بناتهم لحد ما يتعلمون ويخلصون الكلية ويعتمدون على نفسهم بنفس الوقت. فهي تختار الشخص المناسب لها وعدم اجبار اي بنية باخذ اي شخص غير ملائم لها. احنا نقول يعني قد يكون هنالك نظرة من المجتمع للمطلقة قد تكون يعني نظرة يعني بها شيء من الإحراج لها والسلبية لها، نعم، ولكن هي ما ذنبها يعني أنه أصبحت في هذا المجال. بالعكس يعني هي يعني حال المفروض يعني نهتم بها وبمشاعرها، نراعي بشكل كبير، عدم الضغط عليها لأنها هي يعني يجب أن تكمل حياتها، يعني مو معناتها أنه انفصلت خلصها هي لازم يعني تبقى في البيت. كمجتمع شرقي ومجتمع عانى وخرج من حروب عديدة، نلاحظ بأن احنا نظلم المرأة بهذا المصطلح. يعني الله سبحانه وتعالى من أقر قانون الطلاق، وهو مع العلم أنه أبغض الحلال، وجد لأسباب معينة، لكن إحنا بدينا نستغل هذا الشيء وبدينا نقيد المرأة ونقيد حريتها تحت هذا المسمى، بحيث أغلب نساء العراقيات يتحملن أشياء لا توصف، من معاملة لا توصف من أزواجكم في سبيل أن ما يلفظ عليهم لفظ المطلقة. وشوف إنه مثلا نظرة المجتمع لها لا تقدر تتزوج، ولا مثلا حتى فرصها مثلا للعمل تكون قليله، بالاضافه انه شو ينظروا لها نظره انه مثلا سمعتها او كذا، طبتها طلعتها للبيت، اخوانها يحاسبوها كذا. فهذا الشيء يعني كلش يعني خطيه يعني مظلومه. كيف ينظر المجتمع إلى المرأة المطلقة؟ لماذا توضع المرأة تحت المطرقة بحكم ثقافة وفهم خاطئين لمجموعة من الأعراف والتقاليد البالية؟ ولماذا تسجن المرأة من قبل البعض وكأنها عورة لا ينبغي لها أن تتنفس إلا خلف الجدران فقط لأنها سرحها زوجها وباتت مطلقة؟ وهل يصح التعامل المجحف بحق أمهات وأخوات وبنات جار عليهن الزمن والظروف لنأتي نحن بكل سلطاتنا الذكورية ونطلق الرصاصة الأخيرة في وجوههن؟ وأخيرا، هل أنصف القانون المرأة المطلقة بعد أن ظلمها الأقربون زوجها وأهلها؟ والإجابة على تلك الأسئلة رحبوا معي أعزائي المشاهدين بالأستاذ وليد الشبيبي المحامي المتخصص في قضايا المرأة، والدكتور صفاء برهان الباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، والسيدة علياء يحيى الناشطة في حقوق المرأة. مرحبا بكم جميعا. أستاذ وليد، هل أنصفت القوانين المرأة المطلقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مثل هكذا سؤال يحتاج إلى حقيقة بحوث واسعة وربما لا يتسع لها وقت الحلقة. نعم. لكن أقول بشكل عام هنا القوانين العراقية تناشزت في نظرتها إلى واقع المرأة العراقية. نعم. بما معنى أنه قانون الأحوال الشخصية النافذ المرقم 188 سنة
1959 يختلف نظرته إلى المرأة من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969. قانون الأحوال الشخصية يسمى بين مزدوجين قانون المرأة، لأنه بز كل قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة وقوانين العائلة في الدول العربية والدول الإسلامية بشكل غير طبيعي. يعني من سنة 1959 إلى الآن يعتبر قانون متقدم ويسبق يعني أفضل من القوانين العربية؟ أفضل بكثير. يعني أنا حقيقة عندي بحث يعني موسع القانون المقارن خاص بالنشوز، ومررت على قوانين الدول العربية والإسلامية وجدت أنه القانون العراقي قد تراجع بعد 50 عام عن قانون الأحوال الشخصية القطري وبعض القوانين التي صدرت في عام 2006 فما فوق. لكن صدوره في عام 1959 إلى الآن يعتبر مكسب كبير للمرأة. لكن بالمقابل هناك نكوص وتراجع بحق المرأة كإنسان ليس فقط كزوجة. منحها الخالق في القرآن الكريم والشريعة السمحاء هذه الحقوق، انتزعها قانون العقوبات بفعل تأثر المشرع العراقي. قانون العقوبات اللي صدر عام 1969 صدر بتأثر الفكر القبائلي والفكر العرف العشائري. نعم، أثر أكثر يعني حتى على الشريعة. القانون يعني العقوبات، قانون العقوبات لم ينصفها بل ظلمها. يعني وإذا إن شاء الله في القادم من الدقائق القادمة من الحلقة لربما أشير بشيء من التفصيل إلى هذا الأمر. شكرا على الإجابة القصيرة. دكتور صفاء، إذا نحن طبعا نتكلم الآن عن الطلاق، خلي يروح للزواج اللي هو سبب الطلاق. الأصل أحسن. لماذا الزواج ولماذا أيضا طلاق؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وتحياتي لك الدكتور حسن وللضيوف ولجميع مشاهدي العراقية المباركة. شكرا لك. الله يحفظكم. لابد أن نقف على مسألة معينة، إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم لغاية. وحينما هذه الغايات تحتاج إلى وسائل، فالله سبحانه وتعالى لو نعود إلى كتابه المجيد يقول هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الاستقرار والسكينة أساس فكرة الزواج. ورسول الله صلى الله عليه وآله يعني في الحديث أحاديث كثيرة يحث على الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، تزاوجوا وتتكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. إذن إنه من خلال علم الاجتماع هذا تنبهوا إليها علماء الاجتماع، قالوا بأن الزواج يحدث لغايتين ووفقا لنظريتين في علم الاجتماع. النظرية الأولى تسمى بالنظرية الوظائفية، والنظرية الأخرى التبادلية. نوضحها للسادة الجمهور. شنو معنى الوظائفية؟ إنه الإنسان بداخله وظائف يحب يلبيها، هناك تلبية لها. من بعلم النفس الاجتماعي يقول هناك 3 دوافع أولية للسلوك. أولا دافع الشرب، الثاني دافع الأكل، الثالث الدافع الغريزي. الإنسان يحتاج يوظفها. فضلا عن ذلك هناك حاجات اجتماعية، الزهو، الاستقرار، الأمان، العيش بشكل مرتب. النظرية الأخرى تسمى بالنظرية التبادلية. يعني نشأت في بيئة، والسيدة لو أخذناها في مثال نشأت في بيئة، أنا عندي معايير خلقية واجتماعية أحب أنميها، وكذلك السيدة. هنا نحن لو نظرنا إليها ينظرون يقولون إذا زاد هذا المعيار فإنه الزواج يكون ناجح، أما إذا قل فيكون لا، بالعكس ما يكون ناجح. عند ذلك نلحظ أن مسألة الزواج بكلمة واحدة نختصرها أنها أصبحت غاية لا وسيلة. وهي جدا مهمة، أحب أوضحها للسادة المشاهدين أجب ينتبهوا. أنت مع كونها غاية أم مع كونها لا غاية؟ لماذا؟ لأن الوسيلة غاية نبيلة. أحسنت، غاية نبيلة فعلا. الاستقرار والأسرة. لماذا؟ لو كانت وسيلة، وهو الخطأ الذي أوقع الكثير من شبابنا في هذا الوقت ووصلنا إلى مرحلة الطلاق الكثرة. لأن لو كانت الوسيلة كما تعرف يا سيدي الجليل أن الوسيلة تنتفي بانتفاء الحاجة إليها. حينما تنتفي الحاجة إلى الزواج إلى الاستقرار فراح يلقى ماكو بعد داعي لمسألة الزواج. هاي مسألة الزواج. أما لماذا يحدث الطلاق؟ طبعا هناك 4 معايير وهناك 4 أسباب شرعية يجب أن الأصل الصحيح. بعد ذلك نرى هل ما يحدث من طلاق كثير عندنا هو صحيح. أولا يقولون أنه بالشرع أو حتى في القانون طبعا بأحوال الشخصية والشرعية والبدائع يقولون أولا من الأسباب أولا العلل، المرض الذي لا يمكن بعده يعني أحد الزوجين لا يمكن بعد أن يصحوا يعني أحسنت، مثل الأمراض العضال أعاذنا الله وإياكم، الأمراض الأخرى. ثانيا الغيبة، زوج يغيب عن زوجته في مدة طويلة، بإمكان إنه ترفع قضية تأخذ يعني حكم بالطلاق. وهذا بالمناسبة الأول طلاق بائن، الثاني طلاق رجعي، يعني إذا عاد الزوج ممكن يتزوج في حال عدم زواجها طبعا. الثالث حينما لا ينفق
عدم الإنفاق. نعم. لأن من واجب الرجل على المرأة أحد أسباب التفريق هو الإنفاق. طيب. عجز عن الإنفاق لأي سبب من الأسباب، سواء لأسباب شخصية، لأسباب اجتماعية. هذه كلها المرأة تقدر تطلق، احنا نقول الرجل لما يطلق يعني الشرعية. نعم. مشكلتنا الآن في هذه الحلقة هو الطلاق التعسفي. خلي شوي نخلي بين قوسين. أنا حتى نوضح إنه الصح من الطلاق ما يصح، أما ما لا يصح واللي احنا واقعين به هو سبب الحلقة اليوم. بعدين نتطرق له. الأخير الشقاق. حتى الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من أهله وحكم من أهلها. باستطاعته أن وصلوا إلى مرحلة عدم الانسجام، عدم التفاهم، في هذه الحالة من حقها تطلب. لكن هناك من ينصح بأنه إذا ادخلوا ناس آخرين إلى القضية قد تتعقد أكثر. فعلا. مع هذا حكم شرعي. نعم. دكتور الحكام بآية قرآنية كريمة يعني. بالضبط. هو بالأصل من آداب الطلاق، يعني الآن طرقت إلى آداب الطلاق. أولا يكون الزعل، ثانيا يكون الهجر في المضاجع، الثالثة التأديب تأدبها، الرابع الضرب الخفيف. الضرب الخفيف يعني مو يعني احنا هم يعني بس احنا وين رأسا يفوت على الضرب الثقيل. ما مشكلة بالضبط. ماكو مرحلية يعني يحرق المراحل. هنا مشكلتنا الوعي، مشكلة الوعي اللي احنا الثقافي. الرابعة المرحلة يأتي مرحلة ابعثوا بحكم من أهلها وحكم من أهلها. آية قرآنية صريحة. وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من أهله وحكم من أهلها. والأخيرة التفريق. أريد أركز نقطة مهمة. احنا يمكن هاي ما الحكم صارت تحولت بالقانون إلى المرشد الاجتماعي باحث اجتماعي يمارس نفس الدور. بالضبط. انه يوفق بين بالضبط. ويسمحوا لي اهلنا ومجتمعنا الطيب يسمح. قبل الاهل يتدخلون للاصلاح. يعني انا يعني زمان جدي من كان تزعل ببيتي يعني او تزعل عمتي او خالتي يقولها ما تقعدين ببيتي ذاك بيت اهلك ويرجعها. الان مو يصير بجانبها ويقويها ويقسيها على الاهل. اما لا والله بهالوقت لا والله كل واحد له حزب يدافعون عنه. بالضبط. ولذلك وصلنا لهذه المرحله انه الاسره اسمح لي سابقا باختصار بعلم الاجتماع تسمى اسره أبوية بطريقية. نعم. يعني سلطة الأب واضحة. سلطة الأب. الآن نووية، بل حتى الأسرة النووية انشطرت إلى انشطارية. شكرا دكتور. خلي أشرك ست علياء المتخصصة في قضايا المرأة أيضا. الانفصال باعتبارك كمرأة، الانفصال هو سببه الرجل أكثر أم المرأة؟ طبعا هو سببه أكثر الأشياء الرجل. نعم. وعادة ليس الرجل بالحقيقة. لأنه أنت مرادة لا ليس بالحقيقة، وإنما يعود للأهل. نعم. لزواج الرجل وهو غير قادر على تحمل المسؤولية. نعم. ويكون صغيرا في العمر، ليس لديه عمل، يعني بين قوسين عاطل عن العمل، ويصبح لديه طفل ويبزع من كذا أشياء وهكذا. يعني الزواج المبكر، يعني أنت قلتي إنه عندما تزوج مبكرا ويعني يؤدي إلى طلاق مبكر. طبعا عكس الأعمار الكبيرة يعني ما تستمر الحياة بينهما لأن يؤدي إلى الفشل. نعم. وتدخل الأهل بين الزوجين وخاصة من أهل الرجل في إذا كان عمره صغير أكيد إنه حيتدخلون بحياته وهم يرسمون الاستراتيجية بعيدة المدى. هم يرسمون الطريق. بينما إذا كان كبير بالعمر ويعني طبعا احنا نقول عموميات ليس البعض يعني. ليس الكل. نعم. بعض منهم. ولكن أكثر ما تصدر المشاكل من أهل أيضا المرأة. ليس كله إلى الرجل. المرأة يتدخلون في أبسط الأشياء خاصة أم البنت أو أم الرجل، بحيث مشاكل بسيطة لا وجود لها تصبح مشكلة كبيرة ومعقدة تودي إلى إنه الطلاق ورأسا بالمحكمة وورقة، يعني تودي للانفصال الحتمي وهم ما يعرفون شنو السبب. هم الزوجين بيناتهم، أو يمكن أكو سبب آخر هو عدم الإنجاب. طيب. يعني أم الرجل تقول لا أنا أريد حفيد، أو المرأة قليل من ناحية أهل المرأة أنه تترك زوجها على مود الأطفال، لكن الأكثر هو أهل الرجل. يعني إذا كان الرجل لا يستطيع الإنجاب المرأة لا تتركه. تبقى معه. إذا كانت المرأة هي المشكلة بسهولة أن تترك المرأة. وهي خاصة أم الرجل هي يعني ما عندها علم أنه هي الحقيقية هي السبب. وين من السبب؟ جايز يكون ابنها وربما عاملتها معاملة سيئة سوف تعود عليها بالمثل. هي ماكو امرأة ما تعرف، هي تعرف ولكن تداري، تتغاضى عن نفسها. نعم. في سبيل تقول ان ابني ما في شيء وكذا من هذه الشغلات فتودي للطلاق. طيب. وربما يعني من الاسباب اللي جدا هسه حاليا وجود الانترنت في جميع البيوت. يبقى الرجل ماسك الموبايل. طيب. 24 ساعة، أو يخرج مع جماعته
إلى وقت متأخر من الليل، وعندما تحادثه بأي شيء لا يعلم المرأة ماذا حدثها في النهار من تربية الأولاد. وهي تحتاج أن من يسألها من يخفف عنها حتى وإن بكلمة طيبة. يعني ولو السيدة تتفضل الطريف إنه بعض العوائل أصدقائي اللي يقولون إحنا ما نحس بعائلتنا وابني وبنتي وزوجتي إلا من تنطفى الكهرباء، ليش الواي فاي يطفى؟ يرجعون يتحدثون شلونك أنت شو وقت جيت. بس دكتور أنا هم أزيدك من الشعر بيت، يعني قبل كانت المرأة إذا زنت على الرجل طبعا وين كنت وين رحت هسه بعد هي ملتهي بالفيس خلاص انعدموا. لا مو الكل، البعض طبعا البعض. دائما نقول البعض وبنخلي بين اقواس حتى لا حد يزعل علينا. الكل راح يزعلون علينا المشاهدين. وبعض النساء ايضا يعني من كثر ما تتعب في البيت من توجه الطفل كذا للمدرسه تعليم، هذا كل شيء ما راح يحس يعني انه هي المراه من الصباح لحد الليل يعني منشغله في البيت والتنظيف، عندما ياتي لها في الليل اني لا يتكلم معها يذهب الى النوم او يمسك الموبايل على الفيسبوك والبرامج الاخرى، راح تولد عند المراه فتشي نقص، تحس بداخلها نقص انه هي مهمله، انه هي مهمله او تشك. والشك طبعا هو مو غيره وانما مرض خطير اذا اصاب الرجل او المراه، فعندما تشك فيه اكيد راح تصير مشاكل، المراه راح تحكي للمراه الى امها فتدخل العائلتان فتحدث مشكله كبيره بينهما. صحيح صحيح. اشكرك. اذهب الى فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. تابعونا. بس المرة شهرزاد نافذة المرأة لتطالع من خلالها مشكلاتها عن كثب ومرآة لترى فيها نفسها. ونطقت شهرزاد يعنى بقضايا المرأة السياسية والثقافية والاجتماعية للمرأة وكل ما هو مسكوت عنه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قاب قوسين الجزء الثاني وحقوق المرأة المطلقة. أستاذ وليد، كيف ينظر قانون الأحوال الشخصية للمرأة؟ يعني نظرة نفس المرأة المطلقة نفس نظرة للمرأة أم هناك فرق بينهما؟ نعم، حقيقة أول شيء دكتور ممكن أوضح إلى مسألة فلاش يعني معين أو توضيح معين. حقيقة أنا لاحظت حتى بعض طلاب القانون فيما يخص مفهوم الطلاق الرجعي من الطلاق البائن بينونة صغرى من الطلاق البائن بينونة كبرى. حقيقة هو موجود في القرآن الكريم. يضاف إلى ذلك قانون الأحوال الشخصية عرف هذه المسألة، لكن تعريف مقتضب في من الغموض الشيء الكثير. يعني الشخص المثقف العادي لربما يستعصي عليه فهم معنى الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي عادة هو الذي زوج يتلفظ بصيغة الطلاق بلفظة الطلاق، أنت طالق، نعم، دون أن تعترض أهليته بعض عيوب كالغضب أو الشديد أو السكر أو شيء من هذا القبيل. طبعا هي الطلاق الرجعي يستمر 3 أشهر. 3 أشهر هذا إذا ما راجع زوجته قولا أو فعلا أو يعني كفعل أو كقول يصبح بعد مرور 3 أشهر طلاق بائن بينونة صغرى ويصدق أمام محكمة الأحوال الشخصية. فيما بعد بينونة صغرى لا يمكن أن يعيدها إلا بعقد ومهر جديدين. هذا التوضيح. طبعا النظرة المشار العراقي إلى المرأة العراقية إلى المطلقة بالذات هو هذا السؤال. نعم، هو حقيقة تأثر بالمذاهب الإسلامية الخمسة السمحاء، لكن معروف أنه قانون الأحوال الشخصية 188 سنة 1959 تأثر بمذهب آل البيت عليهم السلام أكثر من بقية المذاهب باعتباره
الاعتبار دائما يقف مع الزوجة الحقوق لا دائما المذهب الجعفري معروف عليه يدافع عن الزوجة أكثر من بقية المذاهب. وبالقانون يروحون حتى ياخذون يعني حقوق أكثر للزوج يروحون على المذهب الجعفري. أكيد طبعا. هو حقيقة دكتور بس اسمح لي، لا القاضي محكوم يعني كلمة الطلاق ليس لا يؤخذ بها عفوا، بس هاي المسألة جدا مهمة. فضل. القاضي الأحوال الشخصية محكوم بمذهب الزوجين، يعني عندما يقدم عقد الزواج عند مطالبة والميسرة أي مذهب جعفري. نعم. المهر عادة هو طبعا مجرد ما يصير الدخول بالزوجة تستحق كامل المهر المسمى، لكن اللي دارج عليه وأخذ بشرع الشارع الحكيم والشرع الشريعة السمحاء نعم. أنه دائما يقسم المهر، يعني حاضر وغايب. لذلك المشرع العراقي اعتبره المهر المعجل والمهر المؤجل. لكن هي الزوجة هذا خطأ شائع، تستحق كامل المهر، كامل المهر المسمى بعد الزواج مباشرة، يعني بمجرد الدخول. نعم. طبعا هذه المسألة هي بس تستحقها. هي لا تستحق كثير من الحقوق، يعني لا تعمل في البيت، مو شرط، هو حقيقة يعني متطوعة تعمل. أكيد طبعا. ذاك القاضي محكوم بمذهب الزوجين عندما يبرز عند المطالب والميسرة المذهب الجعفري، وعند أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق مذهب الحنفي. أو المذهب الشافعي أو المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي. على أي حال نعود فنقول إن المشرع العراقي أعطى للزوجة حقوق لربما ستظهر في القادم من الايام منظمات تطالب بحقوق الزوج وليس بحقوق الزوجه. يعني حطاها كل شيء. طبعا يعني مطلقه نفس حقوق يعني الزوجه. يعني الله يغضب عليه الزوج من تقيم عليه دعوى التفريق والنفقه والمؤخر الصداق احنا خاف يجمع علينا الازواج، خلينا نكسر ونجبر شوي منها. دير بالك يعني. طبعا هو بسبب طبعا انا مع الوقوف مع الزوجه لعده اسباب. ضعيفة اجتماعيا، العرف الاجتماعي بدنيا، يعني كلنا نعرف العين كلها عليها. طبعا لا انت لاحظ حتى في عشائر البصره قبل تقريبا شهرين 3 امتهان لكرامه المراه، عدنا الى مرحله الاستعباد، الى مرحله العبوديه الفصليه 150 الى 250. حقيقه صارت عندي حاله اني يعني يقال ان الفصليه كانت كلاميه وليست فعليه، يعني كلاميه وليست فعليه، حتى لو كانت تتجاوز على القرآن الكريم وتتجاوز على حقوق الزوجة المكفولة. احنا ما ندافع الان، لكن سمعت انه طبعا اكيد هو خطأ، هو خطأ يعني المرجعية دخلت ما نظرت بوقتها. يعني كمبدأ أدانت هذا الفعل. دكتور حسن، انا كمحامي انا مارست يعني المهنة من سنة 99 بشكل متواصل. حقيقة عندي صارت اكثر من حالة عندما تحصل مشاكل بين عشيرتين ضمن الشروط انه تفرغ زوجات هذه العشيرة من هذه العشيرة. على نطاق ضيق طبعا مو واسع، يعني احنا عشائرنا الكريمه على الراس ان شاء الله. لكن حدثت عندي اكثر من حاله. كل عشائرنا محترمه، لكن عندما اكيد طبعا لما يحصل خرق للمنظومه الاخلاقيه طبعا نحن لا ندين على قد نؤشر. اكيد، لكن كما قلت لك حدثت اكثر من حاله انه تطلق الزوجه دون ذنب ترتكبه. وايضا بعض الاحيان حتى الزوج هو راغب في زوجته. يسموه طلاق التعسف، انتم يسموه لا هو بالقانون عندما طبعا هو اشير الى مساله مهمه. الزوجه لا تملك حق الطلاق الا اذا فوضت به. لذلك نسمع بالافلام المصريه، وطبعا هاي الحاله تكثر في العصمه بيدها. العصمه بيدها طبعا صحيحه شرعا يجوز، بشرط عند ابرام عقد الزواج تفوض الزوجه بالطلاق. يعني انا هسه مثلا اخذت امراه زوجتها وامام القاضي يقول فوضتها امر الطلاق. تجي يوم يقول طلقت فلان، يعني صبح لي الورقه مالتك قدام. ولربما هاي ايضا نشيل لها مساله الزوج مضبوط، فاكيد يعني الزوج لا يستطيع ان يطالب بالطلاق التعسفي، الطلاق العسفي حصرا بالزوجه. اذا القانون الاحوال الشخصيه مع الزوجه قلبا وقالبا. هاي مساله. اذا تقف مع المراه استاذ نعم، تقف مع المراه دائما، يعني لا تجي قضايا كرجل قانون طلاق وهذا تعتبر ان المراه هي الجانب الاضعف بالموضوع. انا متوكل عن المراه طبعا ضد يعني بحكم مهنتي، يعني اذا تاتيني حاله الزوج. لا انت شخصيا يعني تكوينك انا اشوف قانون الاحوال الشخصيه لصالح يعني صحيح. لان كما قلنا عندما يقف المجتمع بداعي الاعراف القبليه والعشائريه والوضع انه عيب وكذا، يعني تجيك يعني انا قبل فتره جتني حاله زوجه رجل لاعب بها ملاكمه، مسوي كيس ملاكمه، زين ادري هاي حاله انسانيه. اصلا عيب الرجل يضرب المراه، يعني مو تتنافى مع قيم الرجوله والنبل، يعني قانونيا يعني ليست شجاعه قانونيا مو حق لها تشتكي عليه. لا طبعا محاكم الاسره موجوده، مجرد دية عليها شرعا. نعم دكتور، مجرد يعني محكمتين للاسره، اشير للزوجات المضطهدات حقيقه. عندنا محكمه المعنفات والمضطهدات. هناك محكمتين للاسره، وفي كل محافظه محكمه للاسره يرأسها قاضي تحقيق. مجرد ما ثبت انه الزوج ضرب زوجته دون الدخول في التفاصيل، حتى لو كان زوجه مذنبه، هي ايش عندها الزوجه لو ما تسمع كلام الرجل. طبعا شارع الحكيم اعطى
الزوج حق تأديب زوجته، هجرها، عدم كلامها، يعني كثير بعدين يصل الى اخر شيء لا وهو والضرب ما يصل الى الوجه، وليس من مكان مبرح، لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما. يعني حتى الرسول عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه انه ما ضرب احد امهات المؤمنين. لذلك كيف يعني نتخلق طبعا حقيقه اذا كان الرجل شخصيته قويه ما يلجأ الى الضرب، ما يضرب المرأة حقيقه، ما يضرب نهائيا. شو يقول اذا كان شخصيته لا تضرب المرأة الا حتى بورده؟ طبعا لا تضرب، لا بس عيب حتى الورده يعني ممكن يعني هذا مثل صيني اكيد، وانا سويته طبعا من باب المزاح ايضا، هو لا يجوز. على اي حال نعود فنقول ان الزوجه تملك حق التفريق بموجب قانون الاحوال الشخصيه، باستثناء اذا فوضت بحق الطلاق، وهذه الحاله ما موجوده بالعراق. والزوج يملك حق الطلاق والتفريق. إذا الزوج تفوق على الزوجة بهذا الحق، بهذين الحقين، الحق الشرعي والحق القانوني. لكن هناك مادة تسمى بمادة المرأة، فضلا عن القانون كله يعتبر قانون المرأة، مادة 43 هذه حصرا من الزوجة فقط. الزوج لا يستطيع أن يلجأ إلى مادة 43 فقط، يعني أن يكون مثلا لا يستطيع الإنجاب، أن يكون سكرانا، أن يكون مثلا خيانة زوجية. طبعا مادة 43 هي مع الزوجة ما قبل ما تستطيع أن وأنا أعود فأقول بأن هذا القانون المطلقة نفس قانون الزوجة، نفس المجاوب. ما عندنا قانون، عندنا فقط قانون حق المطلقة في السكنى. عندما تطلق تعسفيا تستطيع أن تأخذ بيت الزوج مع شروط 30 ثانية محكوم بالوقت ثاني، تستطيع أن تستفيد 3 سنوات منه فقط مع استثناءات ما أذكرها هسه لأن شكرا. أرجع لك دكتور. كيف يمكن أن نرتقي بالوعي الاجتماعي للحد من ظاهرة الطلاق؟ هو في البدء يجب أن ننتبه إلى مسألة جدا مهمة، أنه إحنا مسلمين الديانة لكن فقط في الهوية، لكن احنا يحكمنا عرف. هناك مسألة جدا، وأحيانا يتقدم العرف كثيرا على الدين، خصوصا نحن ابناء عشائر، يعني ذكرنا هذا الشيء. هناك مسألة جدا مهمة، النظرة السلبية اللي يملكها المجتمع نحو المرأة نظرة ظالمة، وأنا أقول بكل صراحة بصراحة أنه المجتمع ظلم المرأة وخصوصا المرأة المطلقة، وعليه أن يتقي الله ويرجع ويحاسب نفسه. لماذا؟ يعني ما يسمى بعلم الاجتماع هناك ما يسمى بالإرهاب الاجتماعي، والمرأة قد نالت حصة كبيرة ونصيب من هذا الإرهاب الاجتماعي. أضرب لك مثل، المرأة اللي تتأخر بزواجها يسموها عانس، ويبدون حكاية منا وحكاية منا، اللي ما تنجيب عاقر، اللي تطلق نظرة صعبة. وإحنا الآن موضوعنا الطلاق. لماذا؟ إحنا الآن ما زلنا نعيش بصراحة بعقلية أنه أمنا حواء أخرجت أبينا آدم عليه السلام من الجنة. ما زلنا نعيش بالقوانين العراقية القديمة، لبت عشتار، أورنم وغيرها، خصوصا لبت عشتار. هذا القانون يقول كان يفوض، إحنا أول ما وضعنا القانون يفوض الطلاق ويعطيها حقوقها المادية والمعنوية، لكن من حق الرجل هو اللي يطلق ويقول لها بعبارة يعني ما تعني لست زوجتي. أما المرأة إذا قالت لست زوجي فلا، تقتل غرقا. المرأة ما زلنا نعيش بعقلية الفرزدق الذي يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، ولهذا يقول الخال مخلة والعم مدنة. ما زلنا نعيش بهذا المثل العربي الشعبي اللي يقول اخذ مطلقات البين ولا تاخذ مطلقات الرجال. يعني مطلقات البين الأرامل، أما الرجال إحنا. هاي العقلية وضعتهم ما يسمى بعلم الاجتماع بصراحة بالجرح النرجسي. جرح وهمي يتصور أنه راح ينحاط، أن الكرامة تنمس، أنه هناك عار وهمي. هذا للإنسان المقهور سيكولوجيا بعلم الاجتماع يسمى، خصوصا في الدول النامية. الدول النامية بهذا الشيء تسمى بالدفاع عن الكرامة، ويكون الإنسان أسير الأحكام السطحية. ليش؟ لأن المرأة بصراحة أقول لك بالنقطة جدا مهمة، المرأة هو المخلوق الوحيد، ذات فضلك، المخلوق الوحيد الذي خلق خصيصا علما للأسرة والاستقرار. ولذلك كل امرأة وكل سيدة تبحث عن مملكة. هذه المملكة يجب يعني من واجبها يقول لازم تحافظين عليها، ولازم تحمل ثقافة التحمل. بنت الأصول تتحمل، بنت الأصول ما أعرف إيش. زين إذا بنت الأصول توقع بواحد يشرب، بنت الأصول توقع بواحد ما يحترم، بنت الأصول يوقع واحد من ثقافتها، بنت الأصول توقع بواحد يقولها والله أنا أعرف وحدة، أو قبل ذلك يكون عاملها معاملة حسنة سيئة إذا كان بالضبط. زين أقول لك في المسألة والله عشناها بالكلية. يعني واحد والله أنا عايشة زميلة إن تزوج وحدة، بعد زواجها والله يعني تتوقع كان يجي وياها يقعد بالدوام من 8 ل 2 يقعد وياها الدوام. هاي شلون راح تعيش وياه؟ محرم يعني ما أعرف، محرم حتى ما أعرف يعني محرم بالكلية والله حالة هاي. احنا سمعنا محرم بالمجالس المحافظات، سمعت بها؟ اي
موجوده بس مجلس محافظه جايب زوجها وياها. هاي اليوم طيب ليش رشحين؟ فهاي وحده من عجائب مجتمعنا يا سيدي الجليل. المجتمع العراقي بعد 2003 البنيه الاجتماعيه تعرضت الى اهتزاز خطير. نعم. الموازين عندنا مو بس انقلبت، الموازين ذابت عندنا. فعلى هالاساس المجتمع يعني احنا اذا قلنا الاعراف تغيرت، هناك اعراف طبعا مع المراه باعتبارها هي شارب الخير، مو اكو شيء مو احنا عندنا هاي موجوده. اذا طيب ليش اختفت هاي؟ حتى الاعراف اختفت يعني ليش حتى هذه بالقوارير؟ نعم حتى وفقا بالقوارير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله. احنا لا عندنا مانع ديني ولا وازع عشائري. انا الذي تبقى اذا انا اقول لك باختصار كان المجتمع وضحناها بهاي المساله، واضيف لك مساله جدا مهمه بصراحه واتكلمها خصوصا للمشايخ هذا الوقت ومشايخ الحديثين اللي نسميهم مع احترامنا للمشايخ الاصليين مشايخ ال2000. يعني احنا قبل الناس عندها حظ وبخت. الناس يقعد الشيخ حتى يجمع مو يطلق، الان الشيخ يقعد على مود يفرق. الناس داست بصراحه على حظها وبختها. الام انا اعرف قصه جارتنا، يعني يوم من الايام اجت بنتها قعدت يمها، يعني ما بها شيء تشتري لبيتها هذا الشال كذا، صرفت عليها 100,000. نعم. قال لها يوم هاليومين ثلاثه انا دازت لك رجعي لي اياها، وبيتهم مو بعيد بس كان عنده شغل. قالت له لا ايش ما ارجعها الا تعطيني ال 100,000. واقعا يحكي لك هيك العقليه الوعي الاجتماعي هذا. قالت لها شنو هي بنتك غير تصرفين عليها؟ قالت له لا هي مو تولي امرها والحرمه بشاربه الخير. قلت لك المقاييس انقلبت. هي واحده طلقها وطلقت في هذا السبب سبب بسيط وما يستحق، سبب تافه بصراحه. ومع العلم احنا اذا نريد نقول بصراحه انا مع 60% مع المرأة، والمرأة مظلومة ويا ناس خليتني 40 يعني طلع عليك 60%. لا خلينا نكون واقعيين. ليش؟ لا علميا انا من بحثت وجدت انه 60% مع المرأة. نعم. اقول لك يا بصراحة و40 بالمرأة، لا 40% 30 على الرجل او 20 ب20 اسف 20 على الرجل شخصيته و20 على اهله. باختصار اقول لك المرأة اللي تستحق الطلاق فضلا عن ذيك الاسباب، اولا المرأة الهستيرية، المرأة البارونية اللي المرأة الشك دائما ما يمكن، المرأة الوسواسيه بحاله قهريه تعيش بها، المراه الهيابه اللي ما تستطيع، المراه العناديه. 5 شخصيات اذا وجدت يا بناتنا يا اخواتنا موجوده هاي الشخصيات ال5 بالمراه، فنصيحه لله بالضبط والله لا تقرا كانك في قلبي احسنها لا تتزوج وتبقى عانس، لقب العانس او صفه العانس افضل لها من الطلاق وتجربه خايبه. نعم شكرا. ولكن ممكن يغيرون ما بين انفسهم. نعم ان الله لا غير مقام حتى غير انفسهم حتى يطبق عليهم ممكن علاج هاي الحالات موجود. موجود. انا واذا تحب على الارتقاء بالوعي الاجتماعي اقول بكلمه واحده هناك ما يسمى بالتطبيع الاجتماعي، الانسان يقدر يطبع طبعه ويتغير. ومن هذا الجواب انا اشكرك دكتور. خدمتك. اروح للست علياء. نعم. يعني هل أليس من الضروري أن يعرف الرجل المرأة وتعرف المرأة الرجل قبل أن يتزوجا ويحصل المكروه طبعا. اللي هو الطلاق؟ يعني أليس من الضروري يعني فترة الخطوبة لماذا تكون هناك من يعترض على تلك الفترة إن طالت وقصرت؟ هناك اشتراطات انه خطبت مباشره تتزوج، يعني ما عندهم هاي الفتره عقد سيد يعني اي مباشره يعني ولكنها موجوده يعني والا فلتلغى الخطوبه اذا كانت يعني قضت تلك القصه. الا يتعارف الزوجان او الخطيبان في تلك الفتره بشكل افضل وتستطيع ان تعرف ماهيه اهله اللي هي راح تسكن معاها طبائع طبائعهم ايش قد يمثلون عليها يومين بس التمثيل يصير بهاي الفتره بس ايش قد يمثلون يعني صحيح. هي جوابك. من الضروري طبعا وجود فتره الخطوبه بينهما حتى هي تكتشف اطباعه، شنو يحب شنو يكره، تعرف اهله، لان اهله دائما راح يترددون عليها على مود العرس والحنه وهم لابسين احسن لبس ويصرفون احسن تصرف، بس ما تعرف هي الداخل بالبيت شنو، يعني الله يعلم شنو اللي كانت هي عيشتهم اصلا. اكو ناس تتصنع، يعني من تروح البنيه هي والولد يروحون لاهل البنيه هدوء وتلقاهم يعني حنينين، بس لما المراه تروح يمهم تنتقل يمهم تسقط الأقنعة. قناع ثاني هي غير اللي شافته فترة الخطوبة. طيب. تحس نفسها انه هي كانت عايشة بكابوس، تتمنى تتخلص من هذا الكابوس. وهم وكثير من البنات واصطدموا بهذا الواقع الثاني. هواية بحقيقة تجارب وبعيوننا شفناهم انصدموا بالواقع. يعني ناس شو اللي تقدر تسوي المرأة إذا يعني قبل ما نوصل لمرحلة الطلاق وهي مرحلة خطرة، وابنية زوجة صغيرة بالسن اكتشفت هاي الحالة بأنه أهل زوجها غير اللي كانوا بتصورهم، هي يعني فئة من البنات يعني فئتين، أكو صغيرات العمر جدا عقلهم مناضج، فتقول لك أنا ما أتحمل، أنا يعني ما مجبورة أتحمل هيك عيشة، وعمة تريد منها 24 ساعة تنظيف، والرجل يريد منها، والأطفال وحتى الحموين والحموات كلهم يردوا منها. طيب. وهي طفلة صغيرة العمر ما تتجاوز 16 أو 17 سنة، شو تسوي؟ رسن تروح البيت أهلها ما تتحمل. أكو لا يقول لك أنا أعطيه مجال
شهر شهرين 6 أشهر أو سنة. نعم. بس بعدها ما تقدر تتحمل، يجوز يزيدون ما ينقصون، تعطيهم فرصة بلكي يتغيرون، تحكي وياه بالإيجابيات، تحكي وياه عامة ماكو مجال للتغير. نعم. لما تلجأ المرأة أكيد حتروح لأهلها، تقول لهم أنا تعبت، يعني الوضعية كلش تعبانة، كان قبل الخطوبة شيء ثاني وهسه شيء ثاني صدمت بالواقع. نعم. عمر يعني عمر طويل، ما معقولة تكمل حياته تحت هذا الضعف اللي هي عايشة به، فأكيد تلجأ إلى أهلها والطلاق. نعم. وأنا ألجأ إلى فاصل آخر مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود، تابعونا. هو أستاذ ترى مخالف الشرع ما يجيبون. الشريفة $1,000,000. شنو الحكي هذا؟ شنو الحكي هذا؟ يجي أحسن لك. يلا امشي منها، امشي منها. ارجع. اسمع سؤال، هذه يجرجروني من وراك. كافي. هذا الولد راح يموتك. كذب. يلا اضربني. ايش في حمد؟ والما يدري نخلي دمه طوله. اعقل. شاكل ماما كفني. واخلي عيني واخذه. دقيق واخذي. قومي فد مرة كسر الآثار. خلاهم يتمنون الموت. هديتي. تعطلوني يجي ماكو مشاكل. روحوا شوفه. تعال حرامي بضحكيات ايش فيك؟ العب بيك طابر. كان يدخل للبيت؟ أنا بدي آخذ ريش. فهمتي؟ يا ما ثورات انسرقت في ساعات. احنا العراقيين عواطفنا جياشة. قولي أحب. قولي أحب. قولي أحب. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم الجزء الأخير من قاب قوسين وحقوق المرأة المطلقة. أستاذ وليد، المرأة المطلقة لها حقوق؟ وكيف ينظر المجتمع سواء كان في المحكمة، القضاة، المحامون، تكوين المحكمة كمؤسسة حكومية والمجتمع أيضا إلى المرأة المطلقة؟ نعم، حقيقة بالقانون ذكرنا يعني بالدقائق السابقة بأنه الزوجة لها حقوق وأيضا المطلقة، يعني بشكل تقريبا 90% تفوق على الزوج أو الطليق. لكن بنظرة المجتمع إلى هذه الطليقة سواء كانت موظفة، ربة بيت، محامية، زميلة، حتى يعني قاضية، هي امرأة بالنتيجة. طبعا أكيد راح ينتقص كثير من حقوقها بالناحية الاجتماعية وليست الشرعية. هو هذا الشارع الحكيم لم يتجاوز على حق الزوجة أو الطليقة أو المرأة قيد أنملة مع فوارق استثنائية خاصة بأحكام شرعية ما نقدر ندخل بها لأسباب يعني أسباب. لكن أكيد طبعا اللي مطلقة ينتقص يعني خروجه يكون هنا مقيد، وحتى خروجه كانت واحدة ينظر إلى بعين الريبة والشك إن لم يكن من أهلها من المنطقة السكنية التي تعيش فيها. وكلما كانت المنطقة شعبية ازدادت الضغوط، ازدادت النظرة. وتعرف إنه هذه حالة الغيبة. الرجل مو يطلع هو مطلق. نعم. على فكرة الرجل ما يسمى مطلق إذا طلق. لا الرجل طبعا ما عليه، بس هي مطلقة سواء كان عانس، هو حتى الرجل يكون عانس ترى. نعم. وإذا كان متزوج وإذا كان أو مطلق ما يقولون عليها إليه بنظرة الريبة والشك. ما يسمى بالتسميات. طبعا هذه خاصة بالمجتمعات الشرقية، مجتمعات الدول العالم. احنا شو نتخلص من هذا؟ نتخلص يعني
يعني لا الدين يمنعنا، طبعا لا هو الشرع لا يمنعنا، يمكن ان نتخلص دكتور. ممكن يعني عندما يرتقي الوعي الاجتماعي والثقافه. يعني هسه حاليا عندنا احنا جامعه اهليه، لكن هل حامل هذا الشهاده عنده هذا الوعي؟ نعم. نظرته لاخته او زوجته او امه او بنته نفس نظره الغربي، بغض النظر عن الفوارق الاخرى. يعني احنا ما ندعو الى نموذج غربي، ما احنا عندنا تقاليدنا طبعا ناخذ بها الصالح ونطرح الطالح. بس الغربي اذا واحد اعتدى على واحد بالكلام ياخذ حق من عنده. يعني هذا قوه يعني كلمه مطلق اذا قيلت او النظره اذا ازدادت، هذا الوعي المجتمعي نظرة لك ونظرة الثانية عليك. الوعي المجتمعي مكرس بقوانين محترمة من هذه المجتمعات. احنا عندنا قوانين طبعا تضاهي هذه القوانين، لكن المشكلة انه ما تحترم. هناك نصوص معطلة وهناك نصوص منتهكة، يعني زرافات ووحدانا، مؤسسات وافراد، ما ندخل بالتفاصيل لكن كلنا نعرفها. اذا هي ترجع الى الوعي المجتمعي اللي يولد حالة المواطنة. طبعا المواطنة شنو؟ مجرد انه انا ارمي عفوا اوساخ بالشارع، هذا يدل على نقص بالثقافه ونقص بالمواطنه. هو يمشي بالسياره ويشمر طبعا اذا وعندما اخالف انظمه السير هذا دليل على وين كنت احمل شهاده الدكتوراه، وين كنت احمل اكثر من شهاده، لكن هذا سلوك وسلوك طبعا اذا انا ادعو الى عندما تاخذ الى تغيير النظره نحو طبعا عندما نرتقي بالفكر، لان هن انا مثل ما قلت المقدمه هن اخوات وامهات وبنات. نعم دكتور، اكو فرق بين المثقف وبين المثقف الواعي وبين المتعلم. المتعلم يحمل شهادات أكاديمية لكن ليس مثقفا. وهناك مثقف بغض النظر عن كانت لديه شهادة أكاديمية من عدمها. طيب قبل الثقافة ليس موجود عندنا المجتمع الشرقي ما يسمى بالغيرة على النساء مثلا؟ طبعا أكيد لكن غيرة الرجل على الشرقي طبعا الغيرة المحمودة وليست يعني شخص عنده غيرة وأخته مطلقة وما يخليها نهائيا تطلع. نعم. وهو معناته ما عنده ثقة. هاي اللي تسجن خلف الجدران يعني وتحاسب على ذنب لم ترتكبه، في حين تذهب الى الشرع الحكيم. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام عنده حادثه شهيره. الزوجه زوجها سافر وترسل الى زوجه والدي على وشك ان يموت، الزمي بيتك. هذه زوجه وزوجه نهى ان تخرج، وبالفعل الرسول عليه الصلاه والسلام كان محقا الى ان توفى والدها. وبعد وفاته ايضا رفض الرسول ان لم تاخذ اذن من زوجها. لكن المطلقه تستطيع أن تخرج لبداعي الطب، بداعي الحاجة، بداعي عدم العمل بداعي شراء الزاد والقوت والأكل. طبعا هناك حقوق لكن عطلت بداعي الأعراف بين الزوجين المتخلفة التي تجاوزت على حقوق الزوجة وحقوق المرأة بشكل عام الشرعية. نعم، يعني ب30 ثانية أنت معي أن الأهل يطلقونها مرة أخرى عندما يسجنونها؟ هو وهذا حكم أكيد هو بين الزوجين يعتبر وعد في الحياة. نعم. شكرا أستاذ وليد. دكتور صفاء، الارتقاء بالوعي الاجتماعي لحد مظاهرة الطلاق. نعم، احنا في البداية طبعا مهدت لنظرة المجتمع لأن أساسية وضرورية، واحنا يعني حتى نبين مجتمعنا وين وصل. الوعي الاجتماعي يعني شفنا السلبيات بالضبط، حتى نحاول نعالج، نحاول يجب أن يكون علاجيا هو تشخيص آثار علاج. أكيد. المسألة المهمة احنا نريد نقول مسألة مهمة، احنا مسلمين، هناك قرآن دستورنا اللي نمشي عليه. لنلحظ هناك مسألة مهمة أريد أذكرها، يعني نلحظ أن الصحابيات أهل البيت السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، يعني نلحظ هناك مسألة مهمة. يعني هل تعلمون أن مو بس يكنى الرسول صلى الله عليه وآله بأبي الزهراء أو أبي القاسم، كنا بت بأم أبيها. شنو هالعظمة، شنو هالاحترام الوضاحة. اثنين لو نلحظ حتى يقول لنا يابا شوف بنات ما كان يروح للبيت إلا يدق الباب، السلام عليكم أهل بيت رسول الله، 6 أشهر يستأذن. من إجا وزوج بنته، احنا عندنا هسه بالعرف عيب تروح انت بعرس بنتك، صح ولا لا؟ والأخ عيب، بينما هو اللي زفه وهو ثاني يوم إجا يغادرون المنطقة. زين بالضبط زين. احنا مو موجودة آية تقول كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل ربما أنبهكم إلى آية ما منتبه لها الكثير. مريم عليه السلام يعني قالت ربي إني وضعتها أنثى، مريم طبعا. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. بس أريد أنبه أخرى، وليس الذكر كالأنثى، ما قال وليس الأنثى كالذكر. هنا الذكر مشبه والمشبه به الأنثى، المشبه به دائما أقوى من المشبه. أحسنت. وهنا نقطة انتبهوا علماء البيولوجيا وعلماء الاجتماع أن المرأة أكثر جهازها المناعي أقوى. ثانيا المرأة عندها حرص أكثر، المرأة حبها وعاطفتها أكثر، هو هذا يخلوه. بعدين احنا دائما نقول المرأة ما عندها عقل. زين انت تعرف ناقصات عقل ودين. أحسنت. وهذا طبعا مشكوك هذا مشكوك به. احسنت. راح اثبت لك يا اجتماعي لماذا. هاي اول شيء ثبتناها الجهاز المناعي. مساله اخرى خطا التعبير الشرعي حصرا. نعم. يعني هناك اوقات لا تستطيع ان تصلي فيها ولا تصوم. اكيد. لربما هذا المغزى باختلاف البيولوجي. ونقطه اهم من عندها لا
السبب هي ذكورية المجتمع ولا أقول رجولية المجتمع. لماذا ذكورية؟ لماذا؟ لأن ما أكثر الذكور وما أقل الرجال. الرجال قليل. صحيح. اليوم الرجال قضية على البرنامج. يعني أنت الآن تمنع أختك. كله ضد الرجال هاي الحلقة. لا هو واقع. إحنا بصراحة مو كلها لا إحنا هم أعطينا. تعرف دكتور المجتمع السومري كان مجتمع ليس ذكوريا، كان أنثويا قبل، يعني كانت عبادة الأم. بالضبط. ثم سحب الرجل من الأم. وصلوا مرحلة من الثقافة والوعي، طبعا كان مجتمع مزدهر. تغلب الرجل على الرجال على سلطة الأم. أنت ملاحظ بالجنوب المرأة تقعد، يعني المرأة الكبيرة بالسن اللي هي أم الولد تقعد بالديوان. بالضبط. وتأمر وتنهي. هي رسانية. حتى في مرحلة وثنية دكتور، حتى في مرحلة وثنية كان الآلهة الأولى هي الآلهة الأم. نعم. أي أنا هذا قصدي. يعني حتى بالفكر الوثني لا قبل العشتار دكتور، قبل أنا عندي آثار تخصص قبل القانون، يعني الآلهة الأم. نعم. العشتار اللي هي كانت المسيطرة. بالضبط اللي هي ننا، اللي هي عشتروت، اللي هي في نعم. الارتقاء اولا نعود لهذا الشيء، ثانيا احنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث هذا انتبهوا عليه احبتي، قال لعن الله كل ذواق المطلاق. يعني الرجل يشوف له حلوه، هاي عجبته شكلها، تصرفها، يتزوجها بعدين يطلقها، مطلاق صيغه مبالغه. نعم. نقطه مهمه هاي وحده، ما قال لعن الله كل ذواق مطلاق. يعني انت لو تلاحظ الاحاديث والقران كل يعني بالذكر. اكثر شيء للانثى. مساله مهمه اخرى، احنا هناك تجربه جميله، بس اعتقد مجتمعنا اللي وصلناه ما اعتقد يفتقد هذا الشيء، لكن ان شاء الله العراقيين اصحاب حضاره. ماليزيا لاحظوا ان نسبه الطلاق عندهم 32%. ايش عملوا؟ ثقفوا على الزواج. احنا ما يتزوج الا اختبارات دم او ما اعرف ايش. ايضا ضافوا له اختبارات حسن علاقه، اختبارات محل زياده حب ام ينقص الحب، يضعون لهم اسئله بعلماء الاجتماع، اختبارات التحمل للطرفين مو بس للمراه، اختبارات انه بعد الزواج ايش قد الحب يبقى، اختبارات الرجل ايش وقت يمنعتها وفق هذا الشيء. واعتمدت هذه القضايا، وجدوا ان النسبه قلت من 32 الى 7%. الامارات بلد عربي اعتمده، فاحنا علينا مساله واحده، احنا نعم ما ندخلنا على اصولنا العربيه او حتى التركمانيه والكرديه وغيرها، ما ندخلنا على اصولنا الاسلاميه، لكن ليش ندخلنا على ديننا الاسلامي بهاي الحاله؟ النظره ليش الذي انصف المجتمع. نقطه مهمه اريد اذكرها بصراحه، وانا هسه اسال الكل، يعني اسالكم يعني اذا كان بكلمه واحده، انه هذه المراه المطلقه النظره لها سلبيه مو؟ وش يكون بها ورب؟ لو كانت هذه المطلقه جميله وغنيه جدا او في غنيه، يعني هاي النظره اهم لها. بالعكس لا هاي ما تبقى مطلقه، ما تبقى مطلقه. مطلوبه مجرد ليش ما مطلوبه؟ لان مطلوبه لجمالها ولمالها. نقطه مهمه، وحده ذات النسب مو ذات الاخلاق. يعني احنا العراقيه تحملت، فانا اقول بكلمه واحده، تحملت كثيرا كافي ظلم للعراقيه. يعني هدم المراه، تهدم وتفرقها عن ابنائها والاضرار الاجتماعيه وغيرها والله بسبب مقولات عن اهلها ربما. بالضبط. هاي الموضوعات خلينا نتركها، وبكلمه واحده اقولها بصراحه، ويعني ان العراقيه يعني يجب ان ياتي اليوم ولو بعد حين لتنصف. يعني المراه حينما تطلقها انظر كيف، يعني حينما اختك ترجع مطلقه انظر بنت الناس نفس الشيء، وقولها بشعرا يعني ومحبوبتك على العهد تنتظر يوميه، طيبه وترافه وحسن والقلب حنيه، وش ما شفت اشكال وش ما شفت حلوات، ما تلقى صدق ابد مثل العراقيه. احسنت جميل. يعني هذا شعر جميل، هذا اشكرك عليه دكتور. الله يسلمك. حفظك يعني موده ورحمه، اذا راحت الموده على الاقل تبقى الرحمه بين الرجل وزوجته، اليس كذلك؟ نعم. طبعا هي لما يحصل الطلاق اكيد بعد فتره راح يقعد الرجل يفكر انه صار واللي جرى. اكيد اكو بعض الناس يأنفهم ضميرهم، وبعض الاخر لا والله يقول اني طلقت اكو 100,000 وحده غيرها واكو احسن من عندها. الجزء اللي اخذها ليست متعلمه، هي مو ذنبها انه هي متعلمه، ذنب الاهل. ذنب الاهل يجوز ما خلوها تكمل دراسه او اعرافهم القديمه ما عطهم بنيه تكمل دراسه، فهذا سبب من اسباب الطلاق. زين. نعم. يعني انت كامراه، نعم، يعني ماذا يعني هل هناك مؤسسات تعنى بالمرأة المطلقة؟ هناك مؤسسات تعليمية ربما، لكن المرأة المطلقة هل لها مؤسسة طالبين بهذه المؤسسة؟ يعني ما بعد تعرفين يعني المرأة بعد الطلاق تغير بشكل كامل. يعني هل هناك مؤسسات، وكيف يمكن أن يعني نفعل تلك المؤسسات
لخدمة المرأة المطلقة ويعني إعانتها على زمانها مثل ما يقولون؟ طبعا المؤسسات قليلة جدا وليس تعين المرأة المطلقة وإنما تعين الأرامل بشكل أخص، لأن تقول لك الأرملة لديها أطفال كثيرون، المطلقة وحتى المطلقة هم لديها أطفال، لكن المطلقة يجوز لها أن تتزوج. بعض الأرامل مثلا عمام الأطفال ما يحق لهم تتزوج أم الأطفال، يقول لك هذا على مود جهالنا ليروحون الرجل غريب وكذا. حالتين يصير ترى حالتين يصير حتى بالطلاق. بس المطلقة لا تقدر يعني ترجع الأولاد وتتزوج. بس كنظرة المجتمع حبيت أوضح نقطة. تفضل. نظرة المجتمع للمرأة المطلقة نظرة بائية جدا. يعني لما تسمع تقول له أنت مطلقة، يعني شوف النظرة اللي باستهزاء. هم يحجون بصراحة قدام المرأة المطلقة لو يحجون وراها يعني. لا يحجون أمامها، وهذا الشيء واقع بحياتنا. يعني اللي كلش قريبين عليها لو الغريب ما يمكن يعني بهالطريقة يتكلم يعني بصراحة. حمة تجي من الرجلين كل هيك الأقارب خاصة الأقارب يعني يجوز الغريب أفضل. يعني يقول لك أنا ما أحكي قدامها. اي اكيد هناك حدود. بصراحه يسمى عار وشامت، هاي السوالف اللي عندنا العايشين بالعقليه شامت لا يحكوها بالوجه. عار ومشمت. نعم. فكلمة مطلقة ليست كلمة وحشية أو رديئة. ما يدرون الظروف اللي مرت بها المطلقة، سواء كانت ظروف هي أكثر هي الظروف السلبية، لو ما سلبية هي ما أدت إلى طلاق، كان بقت وكملت حياتها كما هي. طيب انت شو تقولين لهذا اللي يوجه هذا الكلام للمرأة المطلقة؟ شو هسه انت على يعني بس اقول له خليه ينظر لاخته. نعم. او ينظر البنات اذا كان هو رجل كبير. المستقبل من يقول بنته ما تطلق مثلا كبر وتزوج حتى من يقول يعني هذه حياة. بس استاذ اسمح لي، هو طبعا هناك احصاءات دقيقة نشرتها مجلس القضاء الأعلى. هو طبعا ما صارت هي حالة طلاق حالة نادرة ولا ربما تعتبر بين المزوجين عيب. هاي موجودة قبل 50 سنة 30 سنة 40 سنة. بعد 2003 يعني احصائيه ما صار لها 5-6 اشهر صدرت 18 حاله زواج، 18500 حاله زواج، ونفس هاي الحالات ادت الى 4500 حاله طلاق، اي بمعنى انه كل 4 حالات تقريبا حاله طلاق. وطبعا الطلاقات زائده يعني. طبعا اكيد. شنو السبب؟ طبعا هاي كثير من الاسباب يعني لو ما تحتاج لحلقه كامله يعني. طبعا هو احنا عندنا بعد وقت شويه الفيسبوك بالذات، مواقع التواصل الاجتماعي ايضا عندك. يعني هو اسمه مواقع التواصل الاجتماعي صار مواقع انقطاع اجتماعي. هو طبعا بعض الصيادله يسمون التباعد الاجتماعي. تباعد يعني لانه هو من يلتهي بالفيسبوك عارف زوجته ونفس والعكس صحيح، الزوجه ايضا تعرف زوجها. نعم. وطبعا هذا يؤدي الى اطفال ايضا يهملون ولا ربما يتعلمون عادات سيئه بعيده عن سلطه الابوين. يعني هذه الجدول اللي وضع واللي رسمي، هذا رسمي الاسباب مالته هو كان وسائل التواصل. لا هو هاي احصاءات يعني لو مختلفه الاسباب طبعا مختلفه طبعا، لكن اذا تأتي الأكثر هو صغر عمر الزوج حالات الطلاق دكتور بنسبة 90% دون ال 25 عاما. إذا صغر دلالة على ضعف شخصية، العمر المبكر وقلة وعي، وأيضا على أنه عندما حتى كالدول عندما لا يكون استقلال اقتصادي لا يكون استقلال سياسي. الرجل عندما يمكن هذا طبعا كلش الملاحظة مهمة. دائما احنا يعني هسه الآن اختلف الموضوع انه دائما لازم الرجل يتزوج ببيت أهله حتى تخدم عائلته وأمه وأبوه، ولذلك في مصر لازم يتزوج في مكان آخر. يعني طبعا دكتور اسمح لي، احنا هسه قانونا عندما الزوجة تقيم دعوة بمطالبة بحقوق الزوج ما عنده يرد عليها فقط بالمطاوعة. نعم. عندما تقوم ضمن الشروط الأساسية منزل، طبعا منزل بيت شرعي وايضا اثاث من خالص ماله، مو اثاث زوجيه. هم مش يختارون اسوء بيت واسوء اثاث. لا ما يعتدي، المحكمه تعتبره بيت غير شرعي وبالتالي تستحق الزوجه. انا ادعو الى كل خواتنا وكل بناتنا وكل كل زوجه معنفه متجاوز على حقوقه انه تنتبه انه اذا كان البيت غير شرعي ومع ذلك بينهم الزوجين تعتبر خادمه تحت كل من هب ودب، تستطيع أن تأخذ حقوقها شرعا وقانونا، وبالتالي يرتدع الزوج ولا يتجاوز على حقوقه الشرعية. أشكرك. 30 ثانية و30 ثانية دكتور. عندك تعليق؟ كلمة أخيرة. كلمة أخيرة أقول يعني لم يكونوا أحرارا في دنياهم هذه فليعودوا إلى حسابهم وأنسابهم كما يزعمون إن كانوا عربا كما قال الإمام الحسين عليه السلام، لأن وجد أن الجيش المقابل أراد أن يهتك حرمة الإمام الحسين عليه السلام. قضية باختصار أقول أن المرأة قيمة في المجتمع أكثر من نصف المجتمع. المرأة
المرأة أخت، المرأة زوجة، المرأة بيت. فإن هدمت هذا البيت انهدم المجتمع. وبخاصة أريد أذكر مسألة جدا مهمة، إحنا ليش ننظر لها بهاي النظرة الدونية بأن المرأة نقصت عقل كذا؟ إحنا المجتمع الذكوري حرمها من التعلم، تجد المرأة تخرج للتعلم أفضل من المرأة وعقلياتها وتربي أجيال أكثر لأن اكتسبت مهارات. ومعيب السيدة الزهراء عليه السلام خرجت مطالبة بحق الإمام علي عليه السلام حينما حادثت بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله، وهي بنت رسول الله وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم المستمعين تحت ظلالها يوم لا ينفع مال وبنون إلا من جاء إلى الله بقلب سليم. خرجت وهي بنت الرسول التي لم يرى لها شخصا وفي مجتمع ذكوري دافعت عن الإمام علي عليه السلام وخطبت خطبتها الرنانة بكلام واحد. فكل النساء تحت السيدة الزهراء عليه السلام. فيا شيوخنا ويا جيلنا ويا أبنائنا انظروا لهذه الأسوة أن يقتدون بالسيدة واقتدوا بها إن كنتم مسلمين. فاطمة الزهراء. شكرا دكتور. 30 ثانية. على المجتمع العراقي أن ينظر إلى المرأة المطلقة ويعتبرها كأخت له، وليس يعتبرها أنها نظرة رديئة أو نظرة لا تتزوج هذه المرأة. أشكرك. السيدة علياء يحيى الناشطة في حقوق المرأة، أشكر جزيلا لك. شكرا لك. وأشكر الدكتور صفاء برهان الباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. أشكركم على هذا. وأشكر الأستاذ وليد الشبيبي المحامي المتخصص في قضايا المرأة. شكرا جزيلا. شكرا لكم دكتور. تحياتي لك. مشاهدينا الكرام، هل كنا قاب قوسين وأدنى من هموم المرأة المطلقة؟ نرجو أن نكون كذلك. بإمكانكم التواصل معنا بواسطة البريد الإلكتروني قاب قوسين @yahoo.com، وعلى صفحة البرنامج فيسبوك قاب قوسين، وعلى تويتر أيضا. نراكم بخير. شكرا لكم أنصفنا المرأة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي المجتمع. هلبت ما تجي غارة وهلبت وش منا انقطع الإشباع الفضاء الخارجي بالعمل. رجله محروم تشوفه. كان الذين تساقطوا بقنابل التصنيع تركنا على جذعها ظل أسماء. نحن نرحب بكل فكرة جديدة. كان موقع العبد القادر ممكن بلهجتهم الريفية الخصيبية اللطيفة.